الغدر والخيانة ممكن يجيو من أقرب الناس ليك، ويقدروا يجيو حتى من اللي ساكنين معاك تحت سقف واحد. القصة غادي تحكي على عائلة كتبان متفاهمة ومستقرة، ولكن ما خفية كان أعظم. والمفاجأة هي اللي غتكون في الآخر، ملي غيتم الكشف على الجاني. مرحبا بكم معايا في قصة جديدة. القضية ديال اليوم غدينا نواحي مدينة المحمدية. الأحداث ديال القصة بداو في 2 جنبر 2017. العائلة اللي غادي نهضروا عليها كتكون من الأم وجوج ولاد والبنت، ولكن الأب كان متوفي، ومن بعد وفاته بقاو كلهم ساكنين في دار واحدة، كل واحد كيجيب مصروف ولكن تحت سقف واحد. الولد الصغير كان باقي كيقرا، كان عنده الماستر. اما الكبير سميتو سفيان، كانت عنده 35 عام. هو اللي ولا مكان الاب، كان مكلف بالدار المصاريف وكل القرارات الكبيره. سفيان خدام على راسو، دار مشروع ديالو ديال كراء السيارات. المشروع نجح ليه بزاف، والفلوس اللي بدا بيهم كانوا من ورث الاب، حيت باعوا دار وارض وخدا كل واحد نصيبه، باستثناء الدار اللي كانوا ساكنين فيها. الاخت الوسطانيه سميتها مريم، عمرها 33 عام. حياتها كانت فوضى. خرجت من المدرسه في 16 عام، ماشي لانها بغات، ولكن حيت المدرسه طرداتها. كانت كدير المشاكل، كدابز مع التلاميذ والاساتذه، وحتى المدير ما قدرش يصبر عليها. الام ديالها كانت كتشوف بنتها بحال الملاك، ما كتقبل حتى حد يهضر عليها، وكتدافع عليها في كل مشكل. مريم من بعد الطرد ولات عايشه حياتها كيف ما بغات، كتدخل وتخرج كيف ما بغات، ما كتحترم لا خوتها ولا باها. والام ديالها ديما كانت كتكذب وتغطي عليها، كتقول لهم بنتي راه عند خالتها اولا بايته عند صاحبتها. بينما مريم كانت كدير مصائب في الحومه، والسمعه ديال العائله بدات كتسوء. فاش ولات عندها 22 عام، ولات مريم ما كتعرف حتى حد، لا خوتها ولا الجيران اللي كانوا كيحاولوا ينصحوها. ولات اي راجل او دري لقاتو كتلصق فيه، ما كتسولش واش متزوج ولا عنده وليدات. امها ديما كانت واقفه في صفها، ما خلات حتى حد يقيسها. الاب توفى ومريم عندها 26 عام. المسؤوليه بقات على سفيان، حيت خوه الصغير مركز على قرايته، ما باغيش يضيع وقته في الصداع. سفيان دار شراكه معاه باش يعاونوا من بعد ما يسالي القرايه. اما مريم، فلوسها ديال الورث مشاو بين الحوايج والقهاوي والسفر. الحاجه الوحيده اللي بقات عندها هي الطوموبيل، اللي غادي تكون عندها دور كبير في هاد القصه. سفيان بحال اي شاب بغى يستقر، تعرف على آسيا بنت مول السناك المعروف في المدينة. بنت ظريفة خدامة طبيبة وكانت حدودية. تعرفوا على بعضياتهم بعد ما آسيا كرات طوموبيل من عنده، ومن بعد بداو كيهضروا حتى ولات علاقة جدية. آسيا ما كانت باغا تضيع وقتها في العلاقات، قالت ليه الا ناوي المعقول سير عند بابا. المهم سفيان مشى خطبها وكل شي فرح، لكن الام ديال سفيان اللي كتظهر باللي بغات غير الخير كانت عندها حسابات اخرى. قالت لولدها دير العقد وجيب مراتك تعيش معانا حتى تلقاو الدار. آسيا اللي ما كانتش عارفه التفاصيل دخلت الدار وسط الترحيب، وكانت العائله ديالها كتجي تزورهم. وهنا بان اول مشكل. مريم بدات كتقرب بزاف للحاج اللي هو الاب ديال آسيا، راجل كبير في العمر متزوج وبنته قد مريم. مريم كتضحك معاه قدام العائله، والام ديالها ساكته بحال ما كاين حتى شي مشكل. سفيان كان عارف اختو وصارح مراته وقال لها هاد اختي راها خارجه للطريق، والام ديالي ديما في صفها، بعدي راسك من المشاكل. لكن اللي زاد غرب ان الام ديالو ولات كتصوني على الحاج. كتعرضوا للدار، كيجي نهار الجمعه بوحدو ياكل كسكسو بلا مراته. سفيان بقى غير كيشوف وساكت، حتى فاش لقى الدار مع آسيا ومشاو سكنوا فيها. وخا بقات الزيارات متكرره ديال الحاج لدار مو، سفيان بدا كيشك
خصوصا ملي قالت ليه مو بكل برودة: اولدي سير بحالك، خلي اختك والحاج راه ناويين يتزوجوا. سفيان تصدم، ما قدرش يقولها لمراته باش ما يديرش ليها المشاكل مع عائلته. بقى ساكت حتى جا النهار اللي البوليس غادي يجيو عنده الخدمه. قالوا ليه اختك مريم لقاوها مقتوله حدا الطوموبيل ديالها. النهار اللي تقتلات فيه مريم كانت المحمديه كلها كتهضر على الجريمه. الطوموبيل ديالها لقاوها واقفه في الخرجه ديال المدينه حدا الطريق، البيبان القداميين محلولين، ومريم طايحه حدا الباب ديال الشيفور غارقه في الدم. اي واحد داز من الطريق كيبان ليه المشهد، كيشوف البنت مطعونه والدم سايل والناس كيوقفوا غير يتفرجوا. ما قرب حتى واحد، كلشي عيط للبوليس. الشرطه وصلت بسرعه بعدات الناس وبداو في المعاينه. اول ملاحظه: طوموبيل ما فيهاش اثار ديال السرقه، تليفون والساك ديالها لداخل، حتى الفلوس ما تسرقاتش، يعني ماشي السرقه ولكن تصفيه حسابات. جثة كانت عامرة طعنات، والأغرب لقاو عندها ضربة كبيرة في ظهرها، باين أنها ضربات وهي راكبة في الطوموبيل، ومن بعد طاحت حدا الباب. المحققين بداو كيجمعوا الخيوط. هاد الجريمة فيها شخص واحد على الأقل، وكان كيعرف مريم مزيان. داروا إجراءاتهم القانونية، نقلوا الجثة لمستودع الأموات وعيطوا للعائلة ديال مريم. الأم ديال مريم دخلت في حالة هستيرية، كتغوت وكتقول ولدي سفيان هو اللي قتل بنتي، ما كانش باغيها تتزوج بنسيبه. الشرطة خدات هاد التصريح بجدية واعتقلوا سفيان مؤقتا باش يحققوا معاه. سفيان كان مصدوم، كيقول انا براسي مخلوع، ما عرف والو على هادشي. ولكن التحقيقات زادت التعقيدات. مريم كانت على علاقة غامضة مع الحاج اللي هو الاب ديال آسيا. الشرطة مشات جابت الحاج، لكن العذر ديالو كان قوي، كان في الخدمة خارج المدينة والشهود أكدوا حضوره، يعني ماشي هو القاتل. بقاو الشبهات بين جوج: سفيان أو مراته آسيا. التقرير ديال الطبيب الشرعي بدل المجال التحقيق كامل. قال بلي مريم قبل ما تموت تخنقات، يعني شي واحد شد كابل ولا شي حبل وحاول يخنقها، وهي كانت كتحاول تدافع على راسها وخبشاتو بيديها، حيت لقاو تحت فارة قطع صغيرة ديال الجلد. الشرطة بقات كتسنى التحليل ديال الADN باش تعرف من هاد الجلد. فهاد المدة سفيان بقى مشدود، البحث ما وقفش هنا. الشرطة قلبت في الحومة، سولات الجيران والناس اللي كانوا حدا البلاصة اللي لقاو فيها الطوموبيل. حتى مرات الحاج سولوها، طلعت ما فراسها والو على العلاقة بين راجلها ومريم. ومن بعد أسابيع النتيجة خرجات: القطعة ديال الجلد اللي لقاوها تحت أظافر مريم كترجع لآسيا. الصدمة كانت قوية، آسيا اللي كانت باينة هادئة وظريفة هي القاتلة. البوليس شدوها ومن بعد ضغط كبير اعترفات. قالت لهم القصة كاملة بدات من نهار العرس ديالها، وهي شاكة ان كاين شي علاقة بين باباها ومريم. كانت كتلاحظ الحركات ديالهم، الزيارات المتكررة واتصالات اللي كديرها ام سفيان مع باها. حاولت تواجه باها، نصحاتو باش يبعد على هاد الطريق، ولكن جاوبها ببرود: انا بغيت هاد البنت وغادي نكمل معاها حياتي كيف ما درتي حياتك، خليني ندير انا حياتي. نفس الكلام اللي قالته ام سفيان لولدها باش يسكت وما يتدخلش. اسيا مبغاتش الفضيحه، ما قالت والو لامها، ما قالت حتى شي حاجه حتى واحد، ولكن الغيره والعار شدوا فيها. نهار الجريمه اسيا عرضت على مريم باش تمشي معاها تتقدى. قلت لها الطوموبيل ديالي خاسره، نمشيو بطوموبيلتك. ركبوا بجوج، واسيا كانت مخبيه موس وكابل ديال الضو في صاكها. ملي وصلوا للبلاصه المعزوله قالت لمريم توقف، تحجزت باللي داخت، غير حبسات جبدات كابل وخنقاتها. مريم ما كانتش سهله، دافعت على راسها وخبشت اسيا. المهم اسيا احتسلت ليها القوه وبدات كتعيا، عطرت تستعمل الموس، ضرباتها في ظهرها. مريم خرجت تغوت،
ولكن حتى حد ما كان في ديك الطريق. اسيا تبعاتها، ضربتها بموس الكرشه وخلاتها ميته تما. رجعت للطوموبيل، خدات ساكها وهربات، مشات في طاكسي كبير حتى وصلت لواحد البلاصه بعيده باش ما يشك حتى حد. اسيا تحاكمات والمحكمه حكمت عليها بالمؤبد. القضيه صدمت المدينه كلها. عائله وحده غرقت في خيانه، غيره وانانيه، استسلت بجريمه دمرت كل شيء. حتى لهنا غتكون سالات القضيه ديال اليوم. السلام عليكم.